بسم الله. اللي امنك اوعى تخونه، حتى لو كنت خاين. احكي لكم قصه جميله بس فيها موعظه كبيره. في واحد باع جمل علشان الناس هتذبحه. اشتروا الجمل وراحوا بيه المكان اللي هيذبحوا الجمل فيه. الجمل مش راضي يخش المذبح، عمالين يشدوا فيه يمين شمال، مش راضي يخش المذبح. جه واحد عنده خبرة في الجمال وفي تربية الحاجات دي، قال لهم هاتوا صاحب الجمل اللي انتوا اشتريتوه منه. راحوا بسرعة قبل الراجل ما يمشي ندهوله، قالوا الجمل يا عم مش راضي يخش المكان علشان نخلص، تعالى دخله. راح ماسك الجمل الراجل وجاي، مجرد ما مسك الجمل، لا حول ولا قوة الا بالله، شوفوا، مجرد ما مسك الجمل شاف صاحبه جه، راح ماشي معاه، وخطوة بخطوة مكان ما الراجل صاحب الجمل يمشي والجمل مهوده وماشي معاه، وهو صاحبه تربيته. الراجل قال مش هبيع اللي اشتراني، مش هغدر باللي امن لي وسلمني حياته ومشي معايا خطوة بخطوة، مش هغدر بيه، مش هبيعه، مش هضحي بحياته وبروحه عشان هو طوعني ومشي معايا. يا ريت البشر يتعلموا من الحيوانات، يتعلموا من الكلاب الوفاء، يتعلموا من الجمال، يتعلموا من الحيوانات اللي حوالينا. سبحان الله. اللي امنك اوعى تخونه، ما تغدرش بحد. لازم اللي يثق فينا نكون قد الثقة ونكون عند حسن ظنه، ما نخونش، ما نغدرش. اللي يأتمنك على حاجة دي حاجة كبيرة قوي، شايفك حاجة كبيرة قوي، واثق فيك، شايفك حاجة كبيرة، فما تخونوش، ما تغزلوش. طيبوا خاطر بعض، اضحكوا في وش بعض، جاملوا بعض بالحاجات البسيطة. محدش ضامن عمره، والدنيا صغيرة، وسبحان الله كلها إلى زوال، ومش هينفع بقى غير اللي كان زارع خير كتير في الدنيا هيلاقيه في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى. اشوفكم على خير، وياريت لو سمحتوا ما تنسوش لايك في الفيديو واشتراك في القناة بتاعتي، واشوفكم على خير.